شغلات بتمنى لو اني عرفتها بعمر 16 كبنت عمرها 21. فيديو اليوم عن تجربة شخصية، شغلات بتمنى اني عرفتها بوقت ابكر او اني اتبعتها بعمر اصغر. اول شيء هو انه مو كل الناس اللي بنقابلها بتبقى بحياتنا، مو تماما بعمر 16 ولكن بهداك العمر كنت فكر انه اي صداقة انا بعملها اي شخص بقابله انه حيضل بحياتي دائما. عن جد فكرة اولاد صغار وعن جد فكرة بنت عمرها 16 سنة. كنت فكر اي صديقة بتعرف عليها انه خلص friends forever، واي شيء بسيط يخلينا ما بقى نحكي مع بعض، ممكن مشكلة صغيرة او سوء تفاهم انجرح منه وانزعج منه عن جد يأثر فيني. بس بالحقيقة الناس بتتغير واهتماماتها بتتغير، حتى نحن كأشخاص بنتغير. كتير طبيعي انه نحن نبعد عن بعض او مو كل الناس تضل معنا دائما، وانه نحن بوقت ما ممكن نفترق. هو اصلا مو المفروض اي حدا بيدخل حياتنا يضل فيها. كنت فكروا فيها هيك انه في ناس دورهم بحياتنا بس انه يفوتوا على حياتنا بمرحلة ما، يعلمونا شيء بعدين يمشوا. ولما انا فهمت هذا الشيء اول شيء فسر كتير شغلات صارت معي بهداك العمر. انا هلا بحس حالي بتقبل الوضع اكثر برحابة صدر يعني بتقبل الوضع اكثر برحابة صدر، وانه خلص يلي نصيبه يضل بضل واللي بده يروح بيروح. ثاني شيء انه رأي الناس فينا مو نحن مثل ما بنتخيل. الناس ما بتفكر فينا قد ما نحن بنفكر بحالنا. انا كتفكيري بنت عمرها 16 سنة كنت فكر انه انا اي شيء بحكيه بتصرفه بلبسه موقف بصير انه بضل انه الناس الثانية بتفكر فيه مثل ما انا بفكر. بحس انه الناس بتراقبني اكثر او انه حركاتي محسوبة اكثر. بس انا لما كبرت شوي وصار انا عندي حياتي الخاصة، طبعا لما بنكبر نحن بنوعى اكثر على حالنا، على شو بدنا، عن نحن كاشخاص مين، على الطريق اللي بناسبنا بالحياة، الاشخاص يلي بحياتنا. نحن لما بنعرف حالنا اكثر بننشغل بحالنا اكثر. بس مو بس نحن هيك، انا هيك وانتي هيك وانت هيك وكلنا هيك. صدقوا انه ما حدا قاعد يحلل تصرفاتنا مثل ما نحن بنعمل. اذا قلتي كلمة غلط ولا مرق عليكي موقف عادي نسي. لما بطلت اهتم حسيت اخيرا هيك براحة، وكأني انا صرت انا ما عم عيش لحدا ولكن عم عيش لنفسي. 3 واللي هو ثقتك بنفسك اهم من شك. انا كنت فكر كبنت بعمر 16 انه اذا انا ضبطت حالي وكان شكلي هيك 100% 24 على 24 انه انا حياتي كمان حتكون ظابطه 100%، شكل بيرفكت يعني حياه بيرفكت. وهي الفكره كانت اكبر خطا انا يمكن عملته بحياتي. اول شيء كنت ركز على كل عيب كبير ولا صغير ولا غلط وحاول اني صحح واني غير. انا كنت بعرف كتير بنات انه وقت اللي بدهم يظبطوا حالهم يتأنقوا كان فيهم يتأنقوا، انه بس بشكل عام يعني بالمدرسه او بالشغل لنقول، او انه قعدات بالحاره او الزيارات بالبيوت ما كتير الواحد بيأنق حاله مشانها. بس مع كل هذا كان دائما حضورهم قوي، يعني بيعملوا لك انطباع بتحس حالك هيك، تحس حالك حاسب لهم حساب وبتعطيه الناس اللي بتعطيها قيمه. مو لانه بس انا اعطيتهم قيمه، لانه هن عاملين قيمه لنفسهم. الاهم مو اني دائما اكون مظبطه حالي 100% ولكن اني اكون واثقه من حالي 100%. انه انا ما بهم هلا اذا رفعت شعري ولبست بيجامه وقاعده بالبيت وماني حاطه ميك اب وماني عامله شعري، اذا انا كنت شخص واثق بحاله فالناس حتحس بهي الثقه وتضل تشوفني حلوه وتضل تشوفني حدا له قيمه، لانه انا عاطيه حالي هي القيمه، مثل كاني انا مظبطه حالي 100% ورايحه على عرس لنقول. ثقتك هي اللي بتخلي الناس تشوفك حلوه، مو بالعكس. لو ما عندك ثقه، إذا بتكوني أجمل وحدة بالعالم كله لا أنت حتشعري فيها ولا الناس حتشعر فيها. الثقة بنفس الواحد وإنه يعرف حاله منيح هي مو شغلة سهلة وشغلة ما بتجي هيك. أنا بنيتها من هداك العمر لهلا شوي شوي، وإسا لهلا أنا بحس حالي لسه ببداية الطريق ولسه عم ببنيها. رابع شيء هو إنه ما تركضي ورا حدا. أنا كبنت بعمر 16 كنت أعطي الناس أكتر بكتير ما بيعطون، إن كان اهتمام ولا إن كان من وقتي ولا إن كان من طاقتي. بس الحقيقة هو انه الشخص اللي بده اياكي ما بيخليكي تركضي وراه، واللي بيشوف قيمتك بيعطيكي نفس الطاقه بدون انت ما تطلبيها، وما بيتطلب منك انك انت تعطي طاقه زياده منك لتعملي العلاقه ناجحه. لحتى تعلمت اني ما اركض ولا حدا. اول شيء تعلمت اني اوقف، اني احب حالي مثل ما انا بحب هدول الناس، اعطي حالي شوي من هذا الاهتمام اللي انا كنت اعطيه للناس، وهيك حياتي صارت اهدى بكتير وصرت مبسوطه اكثر. خامس شغله هو انه وقتك اغلى شيء. انا كتير ضيعت من وقتي ساعات طويله على اشياء ما فادتني بوقتها ولا حتفيدني هلا. تفكير زايد، ناس ما بيستاهلوا، خطط فاشله، حتى اني اقعد هيك على الموبايل بدون هدف، او اني اتفرج على افلام. انا يمكن ما في فيلم وماني شايف، ولهلا بتفرج على افلام ولكن الطريقة تغيرت. أنا بوقتها كنت أتفرج على الأفلام لأني ما كان عندي شيء أعمله، هلا بتفرج على الأفلام لأني بكون عاملة كتير خلال اليوم. أنا بستحق آخر اليوم إني أعطي حالي هدية صغيرة، هي إني أتفرج على فيلم أو على مسلسل. فكتير كتير بتفرق. أنا هلا لما بقعد المسا بتفرج على شيء بحس حالي مبسوطة ومرتاحة، ما بيحسسني بالندم، بالعكس بنبسط فيه، إنه أنا بعرف إنه هذا ما عم يروح من وقت شيء تاني. بس مجرد إنه وقتك ما راح على الفاضي على الشغلات الغلط والناس الغلط، فأنت عم تشتغلي صح، فأنت أنجزتي شيء. حتى لو إنه ما شفتي أنت النتيجة فورا،
صدق حيجي وقت حتشوفيها، لأنه وقتك هو حياتك حرفيا. الشغلة السادسة والأخيرة هو إنه كتير 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 طبيعي تحسي حالك ضايعة وما بتعرفي حالك شو بدك تعملي. هدفي شو؟ أنا مين؟ وشو المستقبل يلي ناطرني؟ ولما أنا ما كنت أعرف شو بدي أعمل وشوف حدا تاني بيعرف، كنت أحس حالي فاشلة إنه طب ليش أنا هيك؟ ولكن أنا كنت عم أطرح على حالي السؤال الغلط، لازم ما أسأل ليش ولكن كيف. أنا بوقتها أحس لو في شي ما بعرفه أحس إنه فيني مشكلة بالحقيقة. بس أنا هلا عرفت إنه بالحقيقة ما حدا بيعرف حاله وحياته 100%، حتى الكبار، حتى الناس اللي عمرها 80 و90 سنة بتسألهم إنه أنت طب حياتك شو؟ قل لي حياتك شو 100%. ما حدا بيعرف هو وحياته شو 100%. المثالية مو موجودة حتى بهي الشغل، وإنك تكون ضايعة شوي أو مو عرفانة شوي هي جزء من الرحلة، لنقول رحلة الحياة. نصيحتي لكم لو أنت هلا بعمر 16 أو أكبر بشوي أو أصغر بشوي، لا تضغطي على حالك كتير. وهلا حابة إني أعرف منكم بالكومنتات شو هو الشيء اللي أنتوا بتتمنوا كنتوا تعرفوه بعمر أصغر. وهلا بتمنى لكم نهار سعيد ولا تنسوا تبتسموا اليوم. باي باي.